ايوه، من النهارده مش هنجيب تحليه من بره تاني، ولا الولاد هيقولوا لك عايزين بسكوت تاني، هيقولوا لك يا ماما اعملي لنا البسكوت ده وبس. طريقتنا سهله جدا. معانا بقى المكونات بتاعتنا في منتهى البساطه: كوبايه ونص من دقيق الشوفان المطحون، معاهم معلقتين سكر، ربع كوبايه من اللبن، معلقه قرفه صغيره، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، ونص معلقه ملح، وربع كوبايه من الزيت. بحط معايا المكونات كلها الجافه كده مع بعضها، الدقيق مع القرفه مع الملح مع السكر ومع البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اقلبهم. البيكنج باودر معلقة صغيرة، والملح نص معلقة، والقرفة برضو معلقة صغيرة. هنبدأ نقلب بقى الزيت كده مع المكونات بتاعتنا، والحليب بخليه اخر حاجة بعجن بيه، بلم بيه العجين. والحليب عادي يعني في درجة حرارة الغرفة، ولا ساقع ولا دافي، في درجة حرارة المطبخ. هنبدأ بقى ان احنا نقلب كده ونلم المكونات بتاعتنا. عايزة اقول لكم البسكوت ده تحفة، هش وبيقرمش وسريع ولذيذ، مش بياخد وقت ولا تخمير بقى ولا زبدة ولا عجن ولا كبة ولا خلاط، يعني مش قادرة اقول لكم سهولته. 5 دقايق بالظبط هتكونوا عاجنين العجينة وهتسووها. مش قادرة اقول لكم ازاي سهل وازاي بسيط وازاي مش مكلف وازاي صحي للولاد، تحلية كده حلوة لذيذة وهيحبوا جدا منكم. انتوا لسه ما عملتوش اللايك؟ انزلوا اعملوا احلى لايك لاحلى بسكوت في الدنيا. هنبدأ نعجن كده، نظبط دنيتنا، نخلي العجينة حلوة لحد ما احسها ان هي كده قابلة للتشكيل. وزي ما اتفقنا اللبن هنزل بيه شوية بشوية. والناس اللي بتشوفني اول مرة، انا اسمي بسنت ابراهيم وقناتنا اسمها بوسي لايف. عايزاكم كلكم تشرفوني وتبقوا احلى ناس عندي وتعملوا لي احلى لايك. هنبدأ بقى نحط العجينة ما بين كيستين كده، ونبدأ ان احنا نفردها. انا عايزة السمك بتاعها يكون ولا رفيع خفيف قوي ولا تخين، عشان لو رفيع قوي هينشف، ولو تخين مش هيبقى مقرمش. عايزة السمك بتاعه كده يكون الوسط اللي احنا هنوصل له دلوقتي، هوريه لكم. وبالنسبة لان احنا ازاي هنشكله، ولا محتاج بقى تشكيل ولا اشكال ولا نقعد نعمل اي حاجة. انا استخدمت البصمة بتاعت الكحك واستخدمتها كقطاعة. استخدمي كوباية، استخدمي اي اشكال عندك، بس انا عملت الشكل اللي هو الكلاسيكي التقليدي خالص. ومعايا بقى صينية كده فيها دهنة من الزيت او نحط عليها ورقة زبدة. هبدأ اخد معايا واحدة واحدة كده بالراحة، اسلكها واحطها في الصينية. في الوقت ده الفرن بتاعي هيكون شغال على درجة حرارة 170. هبتدي بقى ان انا احط فيه اسويه واسيبه كده ياخد راحته في التسوية. الحبة اللي هيتبقوا من التشكيل هلمهم احطهم وافردهم تاني، مفيش اي مشكلة. هو ما فيهوش خميرة عشان نسيبهم يتخمروا تاني، ده بقى حلاوته، ان ما فيهوش خميرة ولا زبدة ولا الشغلانة اللي احنا بنقعد نعملها في البسكوتات دي. اهو منتهى البساطة والسهولة كده. حتى انتوا لو جربتوه، مش الولاد بس، هيعجبكم جدا كده مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، تحلية كده، فطار سريع الصبح، سناكس كده ما بين الوجبات. وحلو جدا اللي بيعملوا دايت. نبدأ بقى نجيب شوكة كده ونخرم. الهدف من التخريم هنا مش ان هو هينفش ولا اي حاجة، لا، انا هنا بديله شكل. في كمان البصمات اللي هي بتستخدم ان احنا نعمل بيها كتابة عليه، ممكن نستخدمها. بس احنا النهاردة بنعمل بسكوت كده بسيط وسهل، وعايزين نخش المطبخ ونطلع مخلصين احلى تحلية للولاد، فبالشوكة ومشي حالنا يلا. شايفين البساطة؟ والفرن بتاعي دلوقتي سخن، هاخده احطه في الفرن، واول ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت هطفي عليه على طول. شايفين بقى الجمال يا ناس؟ بصوا يعني الطبق بيتحدث عن نفسه، انا مش هتكلم كتير. بصوا اللون الذهبي، بصوا القرمشة، يعني بيقرمش وفي نفس الوقت دايب مش مستحمل. ولا ريحته بقى، ريحة القرفة مع الخليط اللي احنا عملناه ده كان مبهدل الدنيا. يا رب يعجبكم.